يا اهلا بالجماليه. اهلا اهلا بحضرتك، منور الدنيا. منور معرض تراثنا. ده اول سنه ولا السنه الكام اللي لا في معرض انا تراثنا؟ من اول ما معرض تراثنا ابتدى واحنا مشتركين فيه. طب ما شاء الله، والدنيا حلوه والناس زبونك طبعاً. بيجي لك مخصوص. طبعا تمام. زبائن بتجي لنا وفي زبائن جديده بنتعرف عليها خلال المعرض. ايه بقى الزبون الجديد اللي بيجي لك بيبقى جاي يعني وهو معدي كده شاف النحاس، الحاجات الحلوه اللي مشغول بشغل الايد، فبيدخل يتعرف عليها ولا بيبقى عارفها؟ لا، في اكتريه الزبائن بتبقى لسه شايفه شغل جديد، لان انا كل سنه بجدد من منتجاتي. فبيبص في شغل بيبهره، فبيخش يسال بقى دي اسعارها ايه، دي مصنوعه. هو شغل الايد مبهر طبعا. لكن بيبقى فاهم ان دي معموله بالايد وان ده في صنايعي قاعد يوم بحاله عشان يعمل قطعه واحده. طبعا اللي داخل المعرض بتاع تراثنا عارف ان كل المنتجات دي حرف يدويه، وعارف ان كل قطعه واخده وقت واخده مجهود من الصنايعي، فمقدر الشغل ده. بيجي معرض تراثنا بيبقى عارف ان ده شغل ايد، وعارف هو يعني فاهم هو جاي على ايه. طبعا. عظيم. انت الجماليه، انتوا بقالكم قد ايه في الجماليه؟ احنا مواليد الجماليه. يعني بقالكم الاسره كده بتشتغل في النحاس والنقش على النحاس بقالها قد ايه؟ بقالنا مثلا 25 سنه احنا دخلنا المجال انا واخويا يعني. والاسره من قبل كده كانت بتشتغل لا، بس احنا انتوا بالطبيعه اللي اخترتوا. طبيعه تواجدنا في المكان وفي وسط الورش عايشين طبعا هناك، فابتدينا اللي احنا عملنا ورشه صغيره ابتدينا نكبر فيها يعني. من 25 سنه بداتوا حبيتوا النحاس وابتدأ. عارف ايه الحلو في قصتك؟ انه جيل جديد مستمر في شغل الهاند ميد للنحاس. تمام، واحنا في نفس الوقت بنعلم اجيال ثانيه، يعني احنا بنحاول نجيب شباب صغيره ندربها ونشغلها في الورشه عندك عشان احنا لو ما عملناش كده الورشه المهنه قربت تنقرض اصلا. الناس الكبيره خلاص، طالما اكيد الاسطوات الكبار العظماء اكيد طبعا يعني ربنا يديهم الصحه والعمر او اللي توفى، لكن بتدخلوا ناس جدد بتدربوهم وقت كافي ان هم معانا شباب شغاله معانا بوهي صغيره. ممكن كويس. يبقى في مدرسه يجي يشتغل في الاجازه. المهم اللي هو يفضل بعد كده بعد ما يتخرج بيفضل ثابت معانا، يخطف ساعتين كده ولا حاجه عشان ايده تفضل مستمر. حاجات جميله كلها شغل ايد، ما بين شغل ايد خالص كده زي الحاجات ايه، زي مثلا الصينيه ديت فيها حاجات شغل ليزر. ده الالوان ده ليزر. حلو قوي. ودي تضيع ولا ثابته؟ لا دي ثابته، الوانات ثابته. انا بحب كمان ده شغل الدق طبعا بتاعنا، الشغل الدق الاساسي بتاع الجماليه اللي هو برضو الصينيه بتبقى موجوده، مارتيل اسمه شغل مارتيل. الصنايعي بقى يشتغل بالدق عليه. طبعا في فوانيس طبعا. حاجات اهي ان شاء احنا الله رمضان اكتر شغلنا يعني. فوانيس. اكتر شغلكم يعني احنا اصلا متخصصين في فوانيس، بس الفوانيس مش شغاله رمضان بس، طول السنه طبعا. يعني بنعمل حاجات تمشي الحاجات دي ديكور المنازل كلها. طبعا. زمان كنا احنا بنتعامل مع الاجنبي بس، دلوقتي احنا كل بيت مصري لازم تلاقي فيه منتج من بتاعنا. الحمد لله. عظيم والله. طب ده حاجه تفرح على فكره. طبعا. حاجه تفرح ان احنا في نفس الوقت الدوله يعني بتساعدنا اننا يعني الزبون العادي ابتدى يعرف اكتر قيمه الحرفه اليدويه، والدوله في الكام سنه اللي فاتوا تحديدا حاطه ايدها في الموضوع. بتساعدنا كمان اللي هي قفلت الاستيراد بقى، الصيني اتمنع والكلام ده. أيوة. فاحنا هتلاقي الشغل المصري انتشر الفتره الجايه بكثره يعني، مش زي زمان. ان شاء الله يا رب، ربنا يزيد ويجعلها باب رزق دايما. طبعا. الزبون اللي عندك يعني النهارده بيجي لك برضو الجماليه زي ما بيجي لك المعارض. شغلك الاساسي في الجماليه ولا في المعارض؟ في الجماليه. في الجماليه طول السنه موجودين في الجماليه، وبنطلع المعارض بقى عشان نعرف الناس بينا. حلو جدا جدا. ربنا يزيدك ويبارك لك، ودايما كده ايه نسمع عنك اكتر واكتر ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.